ازيكم فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. عبد الرحمن محمد بيسأل سؤال، بيقول لي ازاي هعمل لون للقص ولون للحفر واظبطهم ازاي على البرنامج بتاع المكنه لو شارح الموضوع ايه. بص يا عم عبد الرحمن، الموضوع بسيط جدا. انا كنت الفيديو اللي انا كنت عامله تقريبا كان لفيديو النتيجه باين او حاجه زي كده. المهم يعني الشرح بتاع الالوان ده بيبقى ماشي ازاي. احنا خلينا دلوقتي نفترض افتراض بسيط جدا او حاجه جدا بسيطه. انا في البدايه مثلا عايز اعمل هنا مستطيل زي كده، مش هتفرق معايا المستطيل ده عباره عن ايه، وهكتب جواه مثلا على سبيل المثال هكتب جواه مازن، وبختار خط زي كده. ماشي، مفيش اي مشاكل. حلو قوي. تمام. بعد كده بعمل ولد الخط كله في بعضيه بحيث ان هو يبقى مفيش فيه اي خطوط في النص او كده. تمام. بعد كده دلوقتي حاليا الخط ده الاوتلاين بتاعه اسود، يعني هو الاوتلاين بتاعه اسود هنا وده اسود برضه. فانا دلوقتي لو جيت حطيته على المكنه اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان كلمه مازن دي هتقع. انا مش عاوزها تقع، انا عاوز كلمه مازن دي تبقى عباره عن حفر، تبقى محفوره كده، تبقى مثلا مكتوب اسم كده على حاجه، مثلا على يافطه، على قاعده مكتب، على الكلام ده كله. تمام. فباجي هنا مغير اللون بتاع كلمة مازن دي، على سبيل المثال هخليه اللون ده. حلو. بعمل له اوتلاين وبعد كده بعمل نو فيل بالمنظر ده. دلوقتي انا ده عندي لون وده عندي لون، انا ممكن احط الوان تاني. يا سيدي ممكن تحط الوان تاني، بس كده هحط جوه دايرة جوه مازن دي، اخليه كده في دايرة. ماشي، ما اختلفناش. نعمل برضو سي واي بحيث ندمج او نوصل الدنيا دي كلها. طب الدايره دي هخليها باللون الاسود، ما كده هتتقص، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. فاحنا بنعمل ايه؟ هحط مثلا لون ازرق زي كده، بعمل له اوتلاين. دلوقتي انا كده حاليا عندي في التصميم عندي في 3 الوان. الثلاث الوان دول هعمل بيهم ايه؟ انا دلوقتي عندي ده الجزء الخارجي او الجزء اللي اللي العميل هياخده في ايده وهو ماشي. انت دلوقتي واحد طالب منك كلمه مازن محطوطه جوه دايره في مربع بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، وعايز ياخده معاه وهو ماشي. انت لو ما خليتش ده قص، معنى ذلك هياخد اللوح كله وهو رايح. فاحنا بنخلي الاطار الخارجي ده قص. طب نيجي بقى بالنسبه للدايره دي، انا عاوزها تبقى خط صغير كده، خط خفيف جدا. تمام. هنعملها ازاي؟ هنعمل بقى الكلام ده كله على المكنه وبخلي كلمه مازن حفر. طب ماشي، مفيش مشكله، ما اختلفناش في الكلام ده كله. بنعمل ايه؟ نضغط على فايل هنا، بعد كده بعمل اكسبورت، وبعمل هنا بسميها مثلا اسميه تيست كده ولا حاجه. ماشي، متسمي قبل كده. بعد كده بعمل اكسبورت للفايل من فوق، وبعمل له اكسبورت من هنا. الدنيا تمام التمام، بعمل له اوكي. بعد كده بفتح برنامج المكنه. قد تكون الواجهه مختلفه شويه عن كده، بس برضو زي ما قلت قبل كده فيديوهات كتير ان تختلف الاساليب والطرق واحده. يعني هي نفس يعتبر الواجهه متعدل عليها ببس شويه تعديلات بسيطه، ارضي 8 ارضي مش عارف كام، فاهم؟ لكن في الاول في الاخر كلها نفس السيستم، وخصوصا انك بتحكي في الالوان، يعني يعتبر في البيزكس بتاعت البرامج دي. باجي من فوق هنا على فايل، بعد كده امبورت، وبعد كده بفتح الفايل بتاعي. احنا زي ما احنا شايفين هنا عندي ده اسود. تمام. اللون ده اسود، لو جيت مثلا مسحته هلاقي الاسود اتمسح من عندي هنا. تمام. يبقى ده اللون الاسود بتاعي. تمام. مفيش مشكله. انا بخلي الاسود ده بخليه مثلا سرعه تكون هاديه شويه، واخلي الباور يكون عالي شويه بحيث ان هو يقص على حسب الخامه اللي انا هشتغل عليها، سواء خشب سواء اكريليك ايا كان الوضع ايه. طب انا دلوقتي مثلا عندي بالنسبه لي الكلمه مازن دي انا عايز اعملها حفر. هعملها حفر ازاي؟ باجي هنا على الاعدادات بتاعتها بتاعه اللون، بضغط كليكين، وبعد كده باجي هنا على البروسيسنج مود وبخليها سكان بالمنظر ده. وهنا السرعه بتاعه الحفر، وهنا الباور المناسب للحفر بتاعي. هلعب في اي حاجه من الاعدادات دي؟ لا، خليها كل حاجه زي ما هي، مش هتفرق معاك في حاجه. هنا بتفرق مثلا في اعدادات لو انت عايز تبقى الخط قريب من الخط، مش عارف ايه الكلام ده كله. بضغط هنا على اوكي والدنيا تمام التمام. معنى ذلك انا لو جيت نفذت الموضوع ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي ده هيتقطع وده هيتحفر. طب ده الازرق ده هيبقى ايه؟ لا هو ولا طاير لا سما ولا الارض، لا هو هيتحفر ولا هو هيتقص، لانه لون مختلف. هو حاليا عندي لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان هو معمول كات، معنى ذلك ان هو كده هيتقص شرعا وقانونا ان هو هيتقص. لكن السرعه بتاعته الى حد ما عاليه. السرعه بتاعته كام يا سيدي؟ هتقول لي السرعه بتاعته 100. لا، السرعه كده عاليه. تمام. فمش هيتقص، هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن خط. طب انا الخط ده انا مش عاوزه برضه يبقى دايس قوي، ما يبقاش ايه، ما تبقاش القطعه يعني مش عاوز ادوس قوي فيها. يعني لو هنقول على سبيل المثال الخشب 3 مللي، انا مش عايز انزل 2 مللي، انا عاوز انزل يا دوبك
اعمل خط كده كأن حد راسم بقلم رصاص مثلا ولا حاجه. فباجي معلي السرعه بخليها مثلا 300 على سبيل المثال، وبخلي الباور اقل باور عندي متاح اخليه على سبيل المثال برضو 8، والمينيموم اخليه 7، والماكس اخليه 8، لان في مكنه اقل من كده ما بتطلعش باور. انا عندي المكنه اقل من 7 ما بتطلعش ليزر اصلا. تمام، فبخليها كده اهو تمام 8 باور وسرعه 300. ليه بلاش السرعات العاليه؟ طيب يعني احنا جينا هنا مثلا في الاسكان، اي نعم الاسكان بخليه اعلى من كده شويه، او على حسب برضو زي ما قلت الحفر انا عايزه يبقى عامل ازاي والخامه اللي هيتحفر عليها. فالسرعات العاليه يا جماعه بتبقى غلط على الميكانيكا. ليه؟ لان انت السرعه العاليه اصلا بتخلي المكنه تقعد دي تقعد تخبط شمال ويمين من كتر ما هي بسرعه عايزه تلاحق السرعه اللي انت قايل لها عليها. تمام، وبترمي شمال خالص وترمي يمين خالص، وطبعا كل ده بيبقى غلط على التروس بتاعه المكنه وعلى الميكانيكا بشكل عام. وتلاقي تحس ان المكنه عايزه تتحرك، عامله زي الغساله كده اهو لما تيجي تعصر وتلاقيها طالعه تجري في الصاله. تمام، هي المكنه بتبقى كده، لان نفس الموضوع في حاجه بتتحرك جوه بتخبط في الشمال وتجري تخبط في اليمين وهكذا، لانها انك عطيها سرعه عاليه قوي. فانت تعمل ايه؟ قلل الباور شويه اكبر قدر ممكن، وقلل السرعه معاها. يعني انت تقلل الاثنين، هنقول مثلا نخليها 300 ونخلي الباور 8 والماكس بتاعه 9، بدل ما اخليها 600 واخلي الباور 20 و30 او 30 مثلا و35. فاهمني؟ قلل الاثنين مع بعض هيدولك النتيجه المرغوبه بتاعه الاسكان. وطبعا زي ما قلت ان الخامات بتفرق، يعني انت لما تيجي تعمل اسكان على جلد غير لما تعمل اسكان على اكريليك غير لما تعمل اسكان على خشب غير وهكذا. فطبعا الخامه زي ما قلت ان هي بتفرق، وانت مقدار الحفر اللي انت عاوزه بيفرق معاك. اي نعم هي السرعات العاليه ممكن تديلك جودة تكون لحد ما كويسة في الحاجات الجلدية، بس زي ما قلت انك برضو تقلل الباور وتخلي السرعة تكون مناسبة علشان تدي لك افضل نتيجة ممكنة. تمام، ده حاجة بالنسبة للسكان. طب بالنسبة للاوتلاين، يعني بالنسبة للخط اللي هو اللي احنا بنقول عليه، ما هو بيتسمى اوتلاين، اللي هو يعني دوبك خط كده، يعني حاجة سريعة او ارت لاين زي ما بيقولوا. يعني هو ايا كان هو بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة سرعتها عالية تمام وباورها خفيف، زي ما احنا ما قلنا ان هنخلي السرعة مثلا 300 ونخلي الباور بتاع ده نخليه 8، او هنخليها 200 بس كفايه عشان ما يحصلش اي زجزجه او يحصل اي مشكله. في ناس تلاقيها بتنزل الصوره الدايره طالعه تحسها كده مشرشره. طب الشرشره دي من ايه؟ الشرشره دي من السرعه العاليه اللي انت عاملها. يعني انت مخلي المكنه تعمل لك الخط ده بسرعه 400 وتقول لي البتاع فيها شرشره؟ لو الميكانيكا فيها حاجه بسيطه او مش مشدوده كويس يظهر معاك الكلام ده. ده السبب الوحيد؟ لا مش السبب الوحيد، وان شاء الله نعمل فيديو عن مشاكل الشرشره دي وايه السبب فيها وازاي تحلها وكده. تمام، بس كده ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو او استفدت منه حتى لو حاجه بسيطه، ما تنساش انك تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، ولايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتكتب تحت في الكومنتات عاوز ايه الفيديو اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين، كان معاكم مازن عجوز، والسلام عليكم.